لم يمر تألق الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع فريقه رويال سان جيلواز البلجيكي مرور الكرام، حيث بدأت بعض الأندية الكبيرة في أوروبا الاستفسار عن وضعية اللاعب تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن هناك فريقا يبدو أنه قد سبق الجميع من خلال وضع اللاعب فعليا ضمن مخططاته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكد موقع وولفوت البلجيكي المتخصص أن عمورة دخل رسميا ضمن دائرة اهتمامات نادي برايتون الإنجليزي الذي وضع اللاعب الخضر على رأس قائمة اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن ذلك ليس بالأمر الصعب، خاصة وأن رئيس إدارة نادي سان جيلواز هو نفسه رئيس نادي برايتون، إضافة إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها عمورة والتي تجعله ضمن دائرة اهتمامات أكبر الأندية الأوروبية.